السلام عليكم. بصفتي واحد من سكان مدينة سبتة مغربي الجنسية، هذه الأوضاع اللي وقعت مؤخرا والهجوم اللي وقع على مدينة سبتة من طرف الإخوان ديالنا المغاربة اللي دخلوا المهاجرين اللي كانوا كيفكروا كيحلموا بالهجرة للطرف الآخر ديال إسبانيا البينينسولا. المهم شنو نقول لك صراحة، ما توقعناش ديك الكم الهائل اللي غيدخل لعباد الله، وبالخصوص ملي شفنا النساء، البنات صغارين القصيرات بنات كبارين. المهم بعد الكمية البنات والنساء اللي دخلوا رجال كبارين وولادهم، حيت حنا شحال هادي كنا كنعرفوا الهجره كتكون يعني كيكون عول عليها غير الشباب المغربي هذا اللي كيكون جون شويه وصحيح ومنقذ. دابا كنشوفوا النساء، كنشوفوا مراه كبيره، كنشوفوا الناس مراتين. شفت الله يسمح لي من اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه داخلين هاربين لسبته في حال على اساس زعما عندهم شي مستقبل هنا في سبته. سبته راه ما فيها والو الاخوان ديالنا، وخير دليل هذا الشيء اللي وقع مؤخرا هنا في مدينه سبته. انتم شفتوا دخلتوا السلطات الاسبانيه ما تعاملت معكم، ما تسوقت لكم واحد شويه كروز الرخا اللي جاونا عندكم ووقفوا مع شي بعضين وتعاونوا مع شي بعضين. صراحه كان واحد الاهمال كبير، حيت راه واحد العدد كبير ديال الناس اللي دخل ما قدروا يعملوا والو، وصعيب كان انهم يجيهم الدعم في نفس النهار من سبته، بحكم ان يعني خص تعطى الامر، خص يعطيوها المسؤولين ولا كيقدموها المسؤولين ديال مدينه سبته. كاين شي تصريحات عنصريه اللي عارفينها احنا مجمع عند الحزب اليمين المتطرف اللي هذاك اصلا ضد المغاربه وضد المسلمين ضد المهاجرين مما كانوا في العالم. يعني ماشي غير ضد المغاربه بالضبط، وانما ضد المغاربه اكثر من اي فئه اخرى من المهاجرين. هذيك التصريحات هذيك ما نكذبش عليك، يعني بنادم ما يديش عليها، حيت كتبقى غير هضره ديال المسؤولين كيغطيو بها على العيوب ديالهم ولا شي. بالنسبه للمغاربه ديالنا اللي ساكنين هنا في سبته والناس المقيمين سبته وديال سبته، صراحه شوف، في الاول ملي كانت الامور مضبوطه وما كاين لا صداع لا مشاكل لا فوضى لا والو، الناس تعاملت معاهم مزيان. صراحه انا بيدي مشيت للبرينسيبي وشفت داك الشيء وحضرت عليه بعيني، حيت نورمالمون ملي يدخلوا من الديوانه اول مبوطه جبروها قدامهم هو برينسيبي. الناس البرينسيبي تعاملوا معاهم مزيان صراحه، ماشي زعما مجامله مني ليهم ولا شي حاجه. تهلاو فيهم، خرجوا بنادم تيوز الماء بالديور ديالهم، والفيديو عندي في التليفون. عطاونا الماء بنادم يشرب، عطاونا بنادم ياكل، عطاونا بنادم على قد المستطاع، ما نكذبوش تعاملوا معاهم مزيان. يعني الانفلاتات وقعت حتى ملي وقعوا بزاف الحوايج، واحتاج بنادم الماكله، واحتاج حيت صراحه النهار الثاني شدوا الكوبرنور سبته والناس هنا المسؤولين سبته الكبارين، قال لك اخي ما تفتح لا ديوان، ما تفتح لا حوانت، ما تفتح لا كاريفور، ما تفتح حتى شي حاجه. يعني بنادم خليه يحتاج يتزير، يفتش لا خبزه ما يجبرهاش. تما في بدات كتوقع شويه الانفلاتات، حيت بنادم غلباتو الحاجه، اخر كيجي الجوع، اخر كيجي العطش، كيجي كذا. والناس حتى هي خافت على راسها صراحه، ما قدرتش تعاون. كاين اللي عاون باللي استطاع وداك الشيء، ولكن داك الشيء صراحه يعني ماشي بحال اللي كانوا كيتسناوها هما. حيت وقعت هذه القضيه هذه في 2021، خرجوا الناس، خرجوا لهم الماكله، خرجوا لهم الماء، طيبوا لهم في الشارع وعطاوهم وداك الشيء. هذا العام ما كانش داك الشيء، حيت اصلا امبوسيبل كان يكون العدد اللي دخل ما تقدرش يوكلوا، ما تقدرش يتشربوا كامل. ومشكله دابا يعني ملي كيكون العدد كبير، انت ملي كتخرج من 5 6 كتجي 100، وانت مخرج من 5 6 تما كتوقع الفوضى. فلهذا اضطر بنادم انه ما يخرج حتى شي حاجه شي واحد اللي عاون بشي طريقه هدايا بالزربه وعطى بنادم. وهذه راه عاونوا الناس، ما يكذبش عليك الكذاب، الناس عاونت باللي تقدر عليه. شوف صراحه الصوره اللي هضرتي عليها انت انا والله ما شفتها لحد الان، ولكن صراحه الله نقولها، الناس هنا في سبته راه ماشي كيف ما كيروجوا للناس ديالنا. شوف الناس اللي دخلت وما عجبهاش هذا الوضع وما عجبهاش هذا الشيء وخرجت، خصها تقبل هذا الشيء بكل مسؤوليه. بنادم يكون مسؤول، كيف ما انت جيتي كتجري وكتقول بيبا اسبانيا وداخل وكتزبل في بلادك وداخل كتجري اسبانيا ودخلتي فرحان وصافي، ما كانش عليك درجه معصب. حيت راه ما يمكنش انت خارج داخل اسبانيا كتقول بيبا اسبانيا وملي ما تقبلوكش مثلا هاد اسبانيول هادو خرجتي كتزبل في اسبانيول وكتقول بيبا المغرب. يعني انت عندك دو وجهين بالعربيه، فهمتي؟ ما يمكنش يكون هيدا. صافي جيتي لواحد الموطع ما كانش عليك اصلا لا تقول لا بيبا اسبانيا لا ما تزبل في بلادك اصلا كتبقى بلادك. دخلتي اسبانيا صبر وتشوف الوضعيه ديالك كيفاش غتمشي. مشات مزيانه تبارك الله، ما مشاتش مزيانه كترجع لبلادك معزز مكرم. حيت شحال من واحد شفناه خرج في فيديوهات ملي كان داخل كيزبل في بلادو، كيسب الملك ديالنا وبلادنا وارضنا وناسنا وكل شيء. دابا مؤخرا ملي يخرج للمغرب شنو يوقع له هذا؟ يعني ما كانش عليك تعمل هذا المنظر هذا، انت باقي ما وصلتي والو. باش فهمتيني؟ باش هنا نعرفوا العقول اللي دخلت. راه ماشي كلشي دخل باش يخدم ويتخداوها، كاين اللي دخل غير باش يدخل. شحال من واحد انا جا عندي كنهضر معاه قلت له علاش دخلتي نسبته، شنو الهدف ديالك وداك الشيء؟ قال لي انا غير شفت بنادم كيجري داخل نسبته ودخلت حتى انا نسبت. بالنسبه لديك الانفلاتات اللي وقعت اخي، شوف والله الا كنتحمل المسؤوليه هذه الهضره اللي كنقول قدام الله. اول حاجه عاد قدام هاد الناس اللي يشوفوا هاد الفيديوهات، وقعوا انفلاتات. الناس اللي دخل عليها القاصح، الدراري اللي دخل عليهم القاصح ما جبروا ما ياكلوا، ما جبروا ما يشربوا، ما كاينش من تجيب حتى شي حاجه. انا كنقول لك حنا ساكنين هنايا وولادنا وعائلاتنا هنايا، ما جبرناش من نشريو خبزه. النهار اللي شدوهم هاد الكاري منين تشدوا هاد لي ماكازان وهادشي، بنادم اضطر ديك الساعه انه يعمل اي حاجه باش يحضر الماكله. انت كتعرف الاحتياج راه كيقتل الواحد.
خرجوا كيفتشوا على شي حاجه يقدروا ياكلوها. كاين اللي دخلوا على ديور عباد الله، شي حوانت كانوا في شي حوام شعبيه زعما حاولوا انهم يبقاو فاتحين ويبيعوا بنادم وهذه يعني باش ما يقطعوش حتى هما. صدقوا كيمشيو تما كيسرقوا لهم الماكله وكذا. انا ما كنلومهمش الله يحسن العون، انا بيدي يكون فيا الجوع وغتجيبني في ظرفيه بحال هذه غنسرق ما ناكل اخي، راه الجوع ماشي ساهل فهمتيني، ما نبغيو حتى شي واحد. ولكن الحمد لله في الاخر زعما الدراري تهدنات وكذا، وقعوا شي انفلاتات دابزوا ضربوا شي دراري هذه. ولكن داك الشيء هذاك زعما ما نطلبوا الله ما يتعاودش لا في سبته ولا في شي موطع اخر، ونطلبوا الله الدراري ديالنا زعما تكون وعات بهذه القضيه هذه. والنصيحه ديالي للناس اخي اللي كتحلم انها تجي سبته، سبته راه ما هي والو. سبته الا بقيتي في سبته راه فحالك بحال باقي في المغرب. سبته راه ماشي هي اوروبا. اللي كيفكر يطلع لاوروبا ولا كيفكر يحرق ولا يمشي يغير الوضعيه ديالو ولا هذه ولا هذه، خصو يعرف شنو كيعمل ويعرف فوقاش يعمل. ومن الاحسن دابا راه شوف بحال اوروبا بحال المغرب